ماما ممكن العب من الالعاب بتاعتي شويه؟ اصل انا زهقان قوي. طبعا يا حبيبي ممكن، بس الاول ممكن تخلص واجباتك ومذاكرتك، وبعد كده هسيبك تلعب براحتك يا عم طول زي ما انت عايز. اتفقنا؟ بس انا تعبت من المذاكره يا ماما، فانا عاوز استريح شويه والعب بالالعاب بتاعتي. يا حبيبي المذاكرة والدراسة مهمة قوي قوي قوي. المذاكرة والدراسة دول هم اكتر حاجة بتساعدنا ان احنا نكبر ونفهم كل حاجة حوالينا، فده اساسي يا حبيبي. لازم تذاكر وتخلص واجباتك الاول كلها، وبعد كده تبقى تلعب براحتك. يا ماما بس اللعب والالعاب برضو مهمه جدا، لو هو بيساعدني على التسليه والاسترخاء وبيخليني ابقى مبسوط. صحيح يا حبيبي، طبعا انت معاك حق، بس لازم يكون في توازن بين اللعب والمذاكرة، علشان احنا دلوقتي في ايام الدراسة والمذاكرة، فاحنا لازم طبعا يكون اغلب وقتنا دلوقتي للمذاكرة وللدراسة والواجبات. صح ولا ايه؟ حاضر يا ماما، هذاكر شويه وبعدين انزل العب، ممكن ولا ايه؟ طبعا يا حبيب ماما ممكن. روح ذاكر وخلص كل الهوم ورك اللي وراك، وبعد كده تعالى عشان نلعب مع بعض كمان يا سيدي. شوف بقى انت عايز تغلبني في ايه، شطرنج ولا كوتشينه ولا هنلعب ايه مع بعض، ولا نلعب بلاي ستيشن؟ ماشي يا ماما، هذاكر واخلص على طول، بحبك قوي. وانا كمان يا حبيبي بحبك قوي. يلا روح خلص كل الهوم ورك اللي وراك وتعالى لي بسرعه، مستنياك. مهم قوي قوي ان احنا نعرف، زي ما احنا حابين ولادنا يبقوا احسن حاجة في الدنيا، وحابين دايما ولادنا يبقوا شاطرين وناجحين في دراستهم وفي حياتهم، لازم برضو ما ننساش حقهم. دول اطفال، لازم يلعبوا، لازم يتسلوا، لازم يحبوا الحاجة اللي بيعملوها، وعلشان خاطر يقدروا ينجحوا في دراستهم وفي حياتهم عامة لازم يقدروا يكونوا متوازنين. يعني لازم يكون عندهم توازن ما بين حياتهم العملية وحياتهم العلمية. وفي السن الصغير ده الكلام ده مش هيجي غير باللعب. لازم زي ما بيذاكروا لازم يلعبوا، لازم يفرحوا، لازم يتبسطوا. لازم نعرف ان ده حقهم وما نهدرهوش ليهم، عشان خاطر ربنا ما يحاسبناش عليهم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، علشان ان شاء الله هننزل فيديوهات كتير جدا جدا الفترة اللي جاية، فتابعونا. باي باي.